حياكم الله. شوية فضفضة كذا. ما هي أبرز الأخطاء اللي ممكن أنت تسويها مع شخص أنت يعني تزعم أنك تحبه؟ يمكن خاطئك بالأشياء اللي في خاطري. يعني من أهمها أنك أنت ما تهين كرامته، يعني ما تهين كرامة الشخص اللي أنت تحبه إذا كنت ضايق، يعني بالذات الشخص اللي أنت تحبه. لأنك أنت لما تقول الحب إنه يصير بلا كرامة ما يصير، هذا انكسار، هذا ما يدويه ترى اعتذار. بعض الكلمات تكون ضايق تقولها تكون جارحة جدا، تقولها في لحظة وخلاص تبقى في القلب عمر. ليش؟ لأنك أنت علاقتك فيه علاقة محبة وحب، فما تهين كرامته حتى لو كان ضايق. الثانية أنك أنت ما تشعره بأنها فقط خيار مؤقت، أو أنه يعني هو قابل للاستبدال. يعني الحب الحقيقي إيمان ما في شك، واللي يشعرك أنه ممكن يبدلك ويحولك لذكرى. يمكن فهمت تقصد، يعني يمكن ترمي بعض الكلمات تحسس اللي قدامك هذا أنه ولا شيء، وتقولها بقوة لأنه يعني صديق وقريب ومحبوب، فممكن أنك تتساهل أنك أنت. الأمر الثالث، لا تمارس حاجة اسمها الصمت العقابي. يعني تكتم مشاعرك، انت ضايق، عرفت، وتسكت وتبعد، وانت يعني انت قاعد تعاقب في الحقيقة. لا تسويها، لأن انت جاهل يخنق، ترى يخنق. الصمت الطويل يطفي أي لهفة موجودة في أي أحد. تواصل نبض، شفت النبض حق القلب هو نبض العلاقة. التواصل إذا توقف شو يصير؟ يموت والله كل شيء جميل. ممكن بعد أقدر أقول لك لا تستخف بمشاعره. دامك تحبها تستخف بمشاعره مهما كانت صغيرة. يعني ترى اللي يوجعه يعني يمكن ما يلمك أنت، لكن يوجعه هو. لكن احترامك لألمه، انك تحترم ألمه، هذا اللي يصنع الفرق. ترى اللي يحب أو الحب يعني لا يقاس، ما يقاس أبدا لما تشعر أنت، بل مما تراعيه من الشيء اللي هو يقوله. فيعني لا تستخف بمشاعره أبدا. من الأشياء اللي برضه مع الشخص اللي أنت تحبه، لا توعد. أنت بتوعد إن كنت ما عندك نية توفي. من الوعود الكاذبة، الوعد الكاذب، يعني تزهر القلب. يعني وعدته صح ثم تذله، القلب يصير ذليل، يصير يذبل،